اخلع حذاءك قبل دوس ترابها، فتراب حمص من رفات شبابها. قبل ثراها باسما لا تبتئس، إن الشعوب حياتها بمصابها. حمص العدية إن وقفت ببابها، سلم على أهل الوفاء بساحها. مدينة ابن الوليد من أجمل مدن الشام وأوسعها، ثالث أكبر مدن سوريا بعد دمشق وحلب، عريقة بعراقة تاريخها الذي يعود إلى القرن الثالث قبل الميلاد. تقع وسط سوريا الغربي على ضفاف نهر العاصي، شمال العاصمة دمشق ب160 كيلومترا. يزيد عدد سكانها على 1,300,000 نسمة. اكتسبت أهمية كبيرة بحكم موقعها الجغرافي الذي يعتبر العقدة الأكبر للمواصلات في سوريا. تعتبر من أهم مدن سوريا الاقتصادية والحضارية. عرفت حمص بدعابة أهلها وطيبة قلوبهم ودماثة أخلاقهم وحسن معشرهم. فتحها المسلمون سلما في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في السنة 14 من الهجرة النبوية، وسكنها 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا عجب من بطولة أهلها ونجدتهم وشجاعتهم وحميتهم، فهم أحفاد خالد الذي سمي حي الخالدية باسمه، وعمرو بن معد كرب الذي سمي بابا عمرو باسمه، وأبي عبيدة وعبادة بن الصامت وأبي موسى والعرباض بن سارية وغيرهم مئات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت شرارة ثورة الكرامة من أرض حوران، فقامت حمص تلبي النداء، لم يتخلف حي من أحيائها، ووقفت مع كل مدينة محاصرة وجريحة تفديها بدمائها ورجالها. ولم تلبث أن استلمت حمص الراية لتصبح عاصمة الثورة السورية، وتدفع أكبر فاتورة من دماء أهلها الذين تجاوزوا 3500 شهيد، من تلكلخ إلى الرستن وتلبيسه والحولة والقصير والخالدية وباب عمرو وباب الدريب وباب السباع وباب هود والإنشاءات وكرم الزيتون والقصور ودير بعلبة وتير معلى وباب تدمر. أسماء كثيرة وكثيرة أصبحت حديث القاصي والداني، وغطت على أسماء عواصم عالمية حفظ الناس أسماءها فأنستهم حمص ذكراها. حمص التي كانت تدخل السرور على أهل سوريا جميعهم بظرافة أهلها ونكاتهم، تبكيها سوريا اليوم وهي تنزف دما يقرح أجفان الغيورين ويخذله من ليس فيه دم. طفل من عشرات الأطفال اللي تم قطع الكهرباء عنهم عمدا في مشفى الوليد، كانوا بالحواضن. ارتكبت عصابات الأسد مجازر كثيرة، بدءا من مجزرة اعتصام ساحة الحرية في 18 من إبريل. وتعرضت أحياء حمص لعدة عمليات قصف وحصار ودهم وتدمير للمنازل وقتل للأبرياء واعتقال للكبار والصغار طيلة الأشهر الماضية. لكن ذلك لم يثن أهلها عن المطالبة بحريتهم وكرامتهم والحفاظ على حمل الراية. في يوم جمعة سامحينا يا حماه، خرجت حمص برجالها ونسائها وأطفالها تنشد لجارتها وتوأمها في البطولة والفداء حماه. في ذكرى مجازر آل الأسد قبل 30 عاما، فلم يرق ذلك لجزار العصر ابن سفاح القرن الماضي، فأراد أن يحيي المجزرة على طريقته الخاصة، ولكن في حمص هذه المرة.
فوجئ العالم بقصف صاروخي كثيف وبكافة أنواع الأسلحة والمعدات الثقيلة يدك حي الخالدية ليلة السبت 4 من شهر شباط فبراير 2012، ليسقط في تلك الليلة أكثر من 350 شهيدا و1500 جريح. ولا يزال القصف مستمرا منذ أكثر من 10 أيام على أحياء حمص، خاصة حي بابا عمرو. يذهب ضحية هذا العدوان كل يوم ما معدله 100 نفس من الأبرياء، فسويت منازل كثيرة بالأرض، وأزهقت أرواح عوائل بكاملها في مجازر مروعة لم يقرأ العالم مثلها في التاريخ. لم يكن سفاح القرن 21 بأول من تسول له نفسه غزو حمص، فقد غزاها المغول من قبل ب50,000 مقاتل، وكانت أكبر معارك المسلمين مع التتار بعد عين جالوت قرب مسجد خالد بن الوليد. مني فيها المغول بهزيمة منكرة رغم كثرة عدتهم وعتادهم. ومن حمص خرج هرقل يجر أذيال الهزيمة وهو يقول: وداعا يا سوريا، وداعا لا لقاء بعده. وفي حمص ستكون نهاية الأسد وعصاباته وهزيمتهم بإذن الله. ستكون نهاية الأسد وعصاباته وهزيمتهم بإذن الله. حمص يا أمنا الجريحة، كلنا لك فداء، ثقل الدين ووجب علينا الوفاء. لن نقول يا حمص سامحينا، ولكن لبيك يا حمص، لبيك يا حمص، لبيك يا حمص، قد أتينا ولبينا النداء.